بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد من الفيديوهات اللي المفروض كنا نعملها في العيد الكبير. بس ما حصلش نصيب يعني، وان شاء الله ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد ان شاء الله. بس لو كنتي اول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة وتدوسي على زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك للفيديو عشان يرتفع. احنا هنعمل النهاردة ريش. طبعا يعني الريش دي ليها ناس اصلا، يعني مزاج ناس معينة كده. الريش دي احلى حتة يعني من الحاجات الحلوة يعني بتاعت في الخروف. لان هي بتبقى ليها طعم جميل جدا، وتبقى فيها اللحمة مع الدهون بتاعت الخروف كده، فبتبقى عاطشة طعم جميل قوي قوي. انا بحبها جدا، وبحبها مشوية على الفحم جدا جدا، انا وعيلتي كلها. بس للاسف انا ما عنديش شواية الفحم. و... وحاولت يعني ان انا اعملها باللي هي الفويل دي والحاجات دي، بس ما كانش متوفر عندي الفحم والحاجات دي. فقلت اعملها في الفرن، لان انا ولادي مش هيعرفوا ياكلوها في الجريل، عشان الجريل بتبقى بتعمل بتسوي كل حاجة، بس مش بتخلي اللحمة مستوية مهرية، يعني طرية قوي. بتبقى متحمرة او ريح طعمها حلو قوي، بس مش بتبقى مستوية قوي. وانا عندي بيحبوا اللحمة بتبقى مستوية جدا. ففي الفرن برضو اسفة، بتبقى حلوة قوي. والخلطة اللي احنا بنعملها بيها والتتبيلة اللي بنتبلها فيها بتخلي ريحة اللحمة في منتهى الجمال، بتبقى جايبة يعني الشارع اللي ورانا بجد. يعني عجبتهم قوي الريحة، بس يعني لو تخيلوا بقى الطعم. هنعملها النهارده. دلوقتي احنا جبنا ريش وحطيناه كنت حاطاه في الطبق الغويط ده عشان هنعمل له التتبيله ونقعده فيها شويه. طبعا الحلو جدا انك تبيتيه من بالليل للصبح. لكن انا ما لحقتش صراحه اطلعها بالليل، ما كنتش مفكره ان انا هعمل ايه اكل بكره. فما طلعتها بدري وحطيتها في التتبيله 3 ساعات تقريبا، وكانت حلوه يعني حلوه قوي. انا جبت زي ما انتم شايفين كده البصل. الكيس الاولاني ده كان عندي انا ميه بصل مطرح ما كنت متبله عامله الكفته. أنا باشيل مَيّة البصل لمّا باكون هاحتاجها، يعني لمّا يفضل منّي مَيّة بصل باشيلها، لإنّي هاعمل مثلًا تاني يوم أو تالت يوم، باشيلها عادي في الفريزر وباطلّعها زي ما أنتم شفتوا كده. حطيتها في الطبق ده، وحطيت عليها زوّدت شوية عشان كانت حبّة صغيّرة. عصرت شوية بصل تاني، وبعد كده بشرت طماطمتين وسط كده. حسب بقى كمية الريش اللي عندِك. فأنا كانت الكمية يعني شايفاها كده تحتاج كمية بصلتين، طماطمتين كبار. هي تقريبا كيلو أو كيلو ونص ريش، في الحدود دي يعني، عشان أنا مش عارفة صراحة قد إيه، لأني ما اشتريتهاش، هي أصلا جات لي هدية. فأنا مش عارفاها قد إيه. فبنحط بقى دلوقتي الطماطم المبشورة على مية البصل بس. وبعد كده بنحط عليها ملح وفلفل أسمر. هنشوفها دلوقتي. طبعا شوية سكر بتبقى حلوة قوي، بتخلي اللحمة تستوي، و... يعني بتساعد انها تستوي بسرعة. بنحط ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ، بهارات اسفة بهارات لحمة بس. هي اصلا كنت انا بحب احط ملح وفلفل اسمر بس يعني لقيت بهارات الفراخ حلوة، وبتبقى فيها ريحة القرفة، وبتخلي ريحة حلوة قوي. حطيت بابريكا. حطيت بابريكا. البابريكا برضو من الحاجات الجميلة واللي هتخلي لون اللحمة حلو قوي. فأنا حطيت بابريكا وبهارات لحمة و... وملح وفلفل أسمر. اهي البابريكا دي زي ما انتوا شفتوا كده. ونقلبهم كويس قوي، ونحطهم بقى فيهم الريش. نجيب الحاجة اللي فيها الريش، ودايما ما نحطهم على الريش نقلب الريش، نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده كذا مرة، علشان خاطر الريش يعني تشرب التتبيلة كويس. دلوقتي احنا جبنا حاجة غويطة شوية وحطينا فيها الريش، وهنحط عليها التتبيلة اللي احنا عملناها. طبعا التتبيلة ديت بتخلي يعني كل ما تحطيها في الريش كل ما تبقى أحلى، واللحمة تشرب منها بتبقى جميلة جدا. والتتبيلة دي هي التتبيلة اللي هنعملها على الفحم أو
هنعملها على الجريل او في الصينيه، بتبقى هي نفس التتبيله بالظبط اللي احنا عملناها دي، ما بتختلفش يعني. فبعد كده، ومعلش وانا اسفه للصوت الصوت اللي طالع دوت. هو طالع، هو انا قافله كل البيت وبرضه صوته عالي، فانا اسفه قوي. يا رب ما يكونش طبعا مؤثر معاكم على سماعي. وكده جبنا الريشه، وزي ما انتم شايفين كده نخليها تشرب كويس قوي من التتبيله، ونجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كل شويه علشان خاطر ايه، نقلبها يعني. وبنغطيها وبنشيلها في التلاجة زي ما احنا عايزين بقى، من بالليل للصبح، ساعتين 3. بس طبعا مش اقل من ساعتين، يعني اقل من ساعتين هتبقى حرام يعني انك انت تضيعي التتبيله الحلوه دي وما تشربهاش اللحم. هو حلو ساعتين، ممكن اكتر بقى زي ما انت عايزه. وعملناها، وبعدين دلوقتي رحنا بقى نكمل الحاجات اللي احنا هنحطها في الصينية. احنا هنحطها في الصينية طبعا في الفرن، بس هنحط معاها بطاطس. انا بقطع بطاطس مكعبات، وبصل قوارمة، وبحطهم برضو معاها في التتبيلة. دلوقتي هتشوفوها دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. انا طبعا قلت اعمل معاكم صلصة الطماطم. انا عملت جنبها مكرونة سباكيتي وبطاطس محمرة. انا بحط اللي هي صلصة الطماطم اللي بالبصل. بحط اللي هي الزيت، وبعدين بحط عليها البصل. وبعدين نحط على البصل سكر، ونقلب لما البصل يغمق. بيبقى لونه بني بس مش محروق، بني فاتح شوية. بيبقى أصلا مطرح كرملة السكر، فمبيبقاش محروق ولا بيبقى طعمه بتاع ده مر. وبعدين بنحط عليه، بس ما جاتش هنا معلش، ما صورتش مش عارفة ليه، معلقتين صلصة كبار، ونقلب كويس قوي. وبعد كده اهو نحط عليهم الصلصة اللي هي المعصورة، الطماطم المعصورة، ونحط ملح وفلفل أسمر وكمون. وطبعا ممكن تحطي شوية خل، أنا نسيت أحط هنا شوية خل، فأنت ممكن تحطي كمان شوية خل، بتبقى في منتهى الروعة وريحتها بتجيب آخر البيت. وبعدين طبعا ما تسيبيها تتسبك كويس قوي، وتحطي عليها المكرونة. انا هنا خلاص ال3 ساعات بتوع التتبيل خلصوا، فطلعت الريش وحطيتها في الصينية زي ما انتم شايفين كده. طبعا كنت مولعة الفرن قبلها بشوية عشان الفرن يبقى سخن. ونحط الريش كده جنب بعض في الصينية، وبنحط عليهم بقية التتبيلة اللي هي بتفضل دي ما تترميش، لأن دي طبعا بتبقى فيها يعني كل الحاجات اللي احنا عاملينها، يعني اللي احنا حاطينها التوابل وكده، فبتبقى يعني مية حلوة قوي. بنزود بيها بتاع ده الريش، لأن احنا هنقعد نحط مية. ممكن بقى ايه دي حلاوة الريش في اللي هي في الفرن، انك بتتحكمي في السوا بتاعها يعني. تفضلي مثلا لسه ما استوتش، نزود شوية مية ونشوفها، نزود شوية لغاية ما توصل لدرجة السوا اللي انتي عايزاها. هنا حطينا كده الريش. هنحط بقية التتبيلة، وحطيت شوية مية في اللي هي الحاجة اللي كنت عاملة فيها التتبيلة دي، البولة دي، وحطيتها عليها. هنا اهو زي ما انتم شايفين كده كنت بقطع بطاطس مكعبات. هحط برضو كمية البطاطس دي بتبقى طعمها منتهى الجمال. ف... يعني كنت ما تكتري فيها هتبقى حلوة قوي قوي. دي بتاكلها اكتر من الريش. والبصل القوارمة، قطعت بصل قوارمة وحطيته عليها زي ما انتم شايفين كده، وحطيت شوية مية وسبتها على النار فوق تغلي. وبعدين غطيتها بالفويل وحطيتها في الفرن. زي ما انتم شايفين طالعة في منتهى الجمال. البطاطس والبصل دول بيبقوا في منتهى الجمال، طعمهم حلو قوي مع الصوص اللي نازل منها. وبتبقى اللحمة استوت زي ما انت عايزة، يعني الطريقة، يعني درجة السوا اللي انت عايزاها. وعملت جنبها مكرونة سباكيتي، وكلناها في منتهى الروعة صراحة، وكانت ريحتها حلوة قوي قوي. جربيها طبعا، يعني انت براحة نفسك هتشمي وتدوقي الطعم بتاع الريش هيبقى عامل ازاي. وان شاء الله كل عيد واحنا طيبين، والأمة المسلمية كلها بخير يا رب. وده شكل الأكل بعد ما عملته، كله بالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.